واتمنى ان هي تكون وصلت. يعني انا عايز اوصل الاول، نبتدي من جذور المشكله. يعني احنا النهارده عايزين ننمي الاقتصاد بتاعنا، وبنعتبر العداله الاجتماعيه ورفع مستوى المعيشه عبء على هذا الاقتصاد، وبنفكر احنا نجيب الفلوس دي منين علشان نغطي العجز ده. دي طريقه تفكير غير مظبوطه. احنا عندنا مشكله اساسيه اصلا في البلد، ان المناخ الاساسي لبناء الاقتصاد القوي مش موجود عندنا. انا مش بتكلم من الناحيه السياسيه، بتكلم من الناحيه الاجتماعيه. لو احنا بصينا النهارده على العلاقه ما بين صاحب العمل والعمال، النهارده العلاقه دي مش كويسه. صاحب العمل بيبص على العمال على ان هم الكفاءه بتاعتهم محدوده، الالتزام عندهم محدود، الطلبات بتاعتهم عبء عليهم وعبء على الاقتصاد. العمال بيبصوا لصاحب العمل على ان هو بيستغلهم وبيتربح من شغلهم، ومش بيوفر لهم ادنى مستويات المعيشه الكريمه. فاحنا عندنا كتلتين واقفين قدام بعض، وفي انا اقدر اقول نوع من انواع العداوه ما بين الكتلتين، رغم ان المصلحه في الاخر واحده. يعني النمو الاقتصادي بيبقى مصلحه للعمال ومصلحه لصاحب العمل. فاحنا علينا في الوقت الحالي ان احنا نبدل العداوه دي بسلام اجتماعي، وده اللي بيتم من خلال مثلا حزب زي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. هي المناخ الاقتصادي الاجتماعي اللي هو بيخلي الطبقات دي تتضامن مع بعضها من اجل هدف واحد. في الوقت الحالي احنا كلنا بناخد قرارات، النخب السياسيه واصحاب العمل بناخد قرارات، وبنعتبر العداله الاجتماعيه دي يعني بنتعامل بيها كانها حاجه عشان نسكت بيها الناس. وده غلط. يعني هي العداله الاجتماعيه ما هياش صدقه. العداله الاجتماعيه ده جزء اساسي في النمو الاقتصادي. ولو بصينا لاي بلد عملت نمو اقتصادي، بلاش نتكلم على اوروبا، نتكلم على البرازيل، نتكلم على تشيلي، نتكلم على ماليزيا، النمو الاقتصادي الحقيقي بيتم من خلال العداله الاجتماعيه، مش بيتم من لوحده وبعدين العداله الاجتماعيه بتيجي معاه. بس المفترض ان اللي حققها النظام الحاكم او الدوله كطرف بين اصحاب الاعمال والعمال. انا يعني دور الدوله ان هي تهيئ المناخ السليم من اجل ان احنا نوصل لهذا الهدف. ده بيتم من خلال ايه؟ بيتم على سبيل المثال من خلال نقابات مستقله واتحاد عمال مستقله واقوياء، تشريعات وقوانين. قوه النقابات دي بتيجي منين؟ قوه النقابات دي بتدي لي حاجتين. بتدي لي قوة لصالح صاحب العمل، ان في قوة بتقود العمال في التضامن مع صاحب العمل، ومن الناحية الثانية قوة للعمال ان في حد بيتكلم بلسانهم وبيتفاوض نيابة عنهم. النهارده لو في واحد صاحب مصنع وعنده عمال والعمال متضايقين وهو متضايق، لو العمال دول عندهم مجموعة من الاشخاص بيمثلوهم وقاعدين مع صاحب العمل وبيتفقوا مع بعض، انا ممكن نتفق مثلا انا يا جماعة النهارده السنة دي الاقتصاد مش ماشي كويس، المصنع بيخسر، انا مش هقدر ارفع لكم المرتبات، يلا نشتغل كويس مع بعض، اوعدكم السنه اللي جايه احنا هنرفع لكم المرتبات بتاعتكم. ما عنديش مشكله ان انا اثبتكم، لكن انا شروطي مثلا ان احنا نزود مثلا ساعات العمل ونقلل الاجازات. ما عنديش مشكله ان انا ارفع المرتبات، لكن اي عامل مثلا بيتدرب ما يسيبش المصنع قبل سنه على سبيل المثال. بالتالي احنا كده بنفتح الحوار وبنشارك، ودي اهم حاجه، المشاركه لاصحاب الشأن اللي هم العمال ومحدود الدخل، المشاركه في الحوار. وده بيخلق القوة الاجتماعيه اللي موجوده في البلد، اللي هي بتفاصل وبتوصل في الاخر للمعادله الامثل، اللي هو نمو اقتصادي حقيقي في ظل وجود فعلا عداله اجتماعيه. وده النسيج الامن اللي احنا محتاجينه عشان نجذب بيه الاستثمار. في رايك ليه المعادله دي يعني في اصرار من يعني انها ما تكونش معادله حقيقيه زي ما حضرتك صغتها وفقا لرؤيتك؟ يعني أنا يهمني في الحقيقة أسمع التعليق من الطرفين، لأنه مصر في مرحلة من المراحل يعني بعد اقتصادها الزراعي كانت في طريقها أنها تكون دولة ما صناعية بحدود. إحنا دلوقتي بنخسر كل ده، والدولة بترجع للاقتصاد الريعي اللي حضرتك عندك ملاحظات عليه، وإحنا مصر عندها مقومات تسمح أنها تكون دولة صناعية أيضا. المعادلة ليه في إصرار أنها تفضل فيها هذا الخلل؟ يعني في تعنت من أصحاب الأعمال، والعمال مصرين على استخدام الآلية بتاعة الإضراب في الوثوق توصيل رسالتهم، ويعني الجهاز التنفيذي يا بيتفرج يا بيصيغ قرارات شديدة الصلابة ما بتخرجش بالمعادلة الحل. ليه؟ لأن المناخ مش سليم. يعني خلينا مثلا نبص على من الناحية السياسية. النهارده أنا علشان يبقى عندي فعلا المعادله السليمه من الناحيه السياسيه، انا عندي بهيئ ان كل القوى السياسيه في البلد يبقى لها احزاب، ومن خلال الاحزاب دي في برلمان بيتشكل، والبرلمان ده فعلا بيعبر عن الشعب. نفس الكلام لازم يطبق من الناحيه الاجتماعيه. لازم كل الطبقات والتكتلات المختلفه يبقى لها القوه اللي هي بتتبنى
رؤيتها وبتتبنى مطالبها، ومن خلال هذا الفصال ما بين القوى المختلفة اللي موجودة احنا بنوصل للمعادلة في الآخر الحقيقية اللي هي بتنمي، يعني تعمل له استقرار وبالتالي يشتغل فيعمل التنميه. ده سلام اجتماعي، يعني ده نوع من السلام الاجتماعي ما بين هذه الطبقات، وفي الاخر المصلحه واحده، يعني مصلحه النمو الاقتصادي لصالح الاطراف كلها، لصالح الاطراف كلها. طيب احنا برضو محتاجين الى جانب ده نوع ما من المبادرات، زي ما بقول لك الفكر التقليدي لوحده اصبح عاجز عن انه يواكب اللي احنا الوضع اللي احنا فيه. بالظبط. رؤيتكم ايه للموضوع؟ هو في حاجتين الحقيقه انا عايز بس ابتدي من النقطه اللي قفل بيها نور حديثه، وهي ممارسه سياسه سليمه، احزاب قويه تطلع تمارس الحياه السياسيه بشكل مناسب، بتروح البرلمان بملفات اصلاح محدده ورؤيه واضحه. هنا الكور، هنا اساس المشكله. رؤيه اقتصاديه واضحه، سواء الاصلاح الاقتصادي او للتنميه المستدامه اللي احنا بنتكلم فيها. اصلاح لانه في فساد وفي مشاكل لازم نصلحها الاول قبل ما نطلع لقدام، زائد التنميه المستدامه اللي هقولها لحضراتكم بعد لحظه يعني. فاحنا اول خطوه في مساله الاصلاح لابد من الاصلاح السياسي لاحزاب قويه تمثل نفسها في البرلمان. احنا كنا في زياره لاحد مدن الصعيد، وواحد من الناس سالني بيقول لي طيب كل الناس بتتكلم في عداله اجتماعيه وكلام حلو قوي وكلام جميل، ايه برنامجكم؟ انت ايه الاليات العمل بالظبط كده؟ طب والله ده ذكي جدا، في منتهى الذكاء. احنا اخطأنا في حق الصعيد كتير، وانا اسفا بقول هذا الكلام، لكن ولا زلنا بنخطئ في حق الصعيد كتير، وجريمه كبرى عملها النظام السابق ان هو يمكن النقطه اللي كان اشار اليها نور 200 مليون جنيه مصري اوت اوف 157 مليار. مساحه قد ايه بعدد سكان قد ايه؟ حاجه لا تصدق. كم محافظه دي جريمه بجميع المقاييس. فبقول لحضرتك اللي سالني قال لي ايه اليات العمل عندكم؟ انتوا بتقول لي كلام جميل قوي، عداله اجتماعيه، طب عملت ايه بقى؟ ايه اللي ناوي تعمله؟ طبق ازاي؟ قلت له والله احنا عندنا بالفعل، وانا مش بروج، لكن ده اللي المفروض يتم، ده اللي المفروض كل الاحزاب تشتغل عليه، ان يحصل ملفات معينه لو فرضوا الحزب ده وصل للبرلمان اخذ اغلبيه، عمل حكومه يبتدي يشتغل عليه وهحاسبه عليه. من هنا الاكاونتابيلتي او مبدا المحاسبه في الديمقراطيه. عشان كده لما ابتديت كلامي بدات بالسياسه، ده حزمه سياسه، حزمه اجراءات ونتحاسب عليها في النهايه. من هنا الاساس. فانا اللي بقوله من وجهه نظري الخاصه ومن وجهه نظر حزبنا، احنا بنتكلم عن تنميه مستدامه. تنميه مستدامه يعني مش عايز اقول مصانع عشان ما اقصرش المساله في مصانع، لكن دخل مستديم للدوله للاشخاص، غير مرتبط بظروف موسميه مثلا زي السياحه، زي الزراعه، زي غيره. انتاج في وقت من الاوقات زي ما حضرتك اشرتي، فيمكن افتكر كانت اول خطه خمسيه اتعملت كانت 56 في 1956 ونجحت نجاح باهر. مش متذكر التاريخ، لكن افتكر اول خطه خمسيه اتعملت نجحت نجاح باهر. كان الله يرحمه دكتور عزيز صدقي، نجحت نجاح باهر واستمرينا فيها. يعني احنا ما احناش عاجزين، مش عايزين حد من بره يجي يعلمنا، احنا عندنا الخبرات الكافيه اللي تخلينا نعمل خطط ونطبقها ونشتغل عليها. احنا اضرب الواقع يعني بظروفه بالظبط كده. بس انا هنا هرجع تاني واقول المصري نتيجه البعد السياسي اللي حضراتكم تفضلتوا بيه عنده نوع من فقد الثقه. مثلا احنا كنا بنقدم في العالم كله ان مصر دي دوله صناعه الغزل والنسيج. أين صناعة الغزل والنسيج من اهتماماتنا السياسية والاقتصادية في مصر؟ ده سؤال محطوط على الترابيزة، لأنه مفروض إن في جزء من عملتك الماهرة اللي أنت بتبددها دلوقتي هي كانت بتحترف، يعني النوع ده من مهارة العمل. أنتوا بقى في الأحزاب وأنتوا بتدرسوا الملفات الاقتصادية بتتعاملوا مع الأمور اللي من النوع ده اللي هي الأساسيات، يعني على الأقل لحد ما نروح للابتكارات. يعني احنا نعرف إن مصر دي كان فيها أنواع محددة من الصناعات، نتعامل معاها إزاي؟ طيب خليني اقول لحضرتك حاجه. هو طبعا الصناعات مرتبطه بكل اقليم. يعني انا عندي مثلا الصعيد له صناعات مرتبطه بيه السكر مثلا بالظبط كده. الحاجات دي كلها تم اهمالها. اعتقد انه تم اهمالها عن عمد، يعني عن عمد، بنيه سيئه، بنيه سيئه، على اساس ان احنا نفضل نلف في الحلقه المفرغه ونفضل عندنا عجز، ويفضل الرئيس مبارك يقول لنا يا جماعه انا اجيب لكم اكل منين. انا متذكر سنه 81 اول 81 82 اول سنتين يطلع يجيب لكم اكل منين؟ انتوا بتخلفوا كتير، بطلوا تشربوا شاي وسكر وسجاير.
فمن هنا المشكله. احنا لما كان المطلوب ان احنا نفضل نلف في حلقه مفرغه ما نفوقش لنفسنا. هقول نقطه اللي حضرتك قلتي عليها كمان بالاضافه لمجرد لنوع الصناعات المرتبطه بالاقاليم، في حاجه اسمها الصناعات الصغيره والمتوسطه. النهارده الصناعات الصغيره والمتوسطه لا يوجد اي اهتمام بيها بالمره، على الرغم من انهم كانوا معيشيننا في حلم جميل تحت شعار الاس ال ايز. ده حاجه روعه وحاجه جميله جدا. تعالوا نعمل مؤتمر. انا كنت بتكلم مع نور من شويه، انا كنت بحضر مؤتمرات يحضرها كبار المصرفيين، كبار رجال الاعمال، كبار الشركات الاستشاريه، كبار الصحفيين واصحاب الشأن. ده ليها صندوق مخصص ليها تحديدا، الصندوق الاجتماعي للتنميه. احنا عندنا مشكله كبيره في حته الشركات الصغيره والمتوسطه بالذات. يعني احنا في مبادرات كانت موجوده ولسه موجوده زي الصندوق الاجتماعي للتنميه او بنك ناصر، قروض مختلفه معموله للشركات الصغيره. لكن المشكله مش بس في الدعم المادي، احنا ما عندناش الخبرات في مصر، او عندنا يعني بس قليلين اللي هم يعرفوا ازاي ان انا من خلال فكره ان انا احول الفكره دي الى منتج واقدر اسوقه في تسويق اقليمي وعالمي. احنا عندنا مشكله ان احنا ما عندناش خبرات ازاي اعمل اداره ماليه سليمه للشركه بتاعتي، ازاي اعمل اداره موارد بشريه سليمه للشركه بتاعتي، ازاي انا ممكن